ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس تشتركوا كل جديد انا بعمله. صلوا على النبي كده وتعالوا براحه البال وادعوا لكل حبايبكم. تعالوا بقى معانا عشان نشوف هنعمل غدا ايه النهارده. ما تنسوناش بقى في اللايكات والكومنتات كده وظبطونا، عايزين نعلى بيكم. استنوني. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ رجعنا لكم بقى كده. هنعمل النهارده ان شاء الله حواوشي اسكندراني. معايا كوبايتين دقيق. بصوا المقادير كده على حسب انتوا قد ايه، او انتوا كام واحد، او ما شاء الله اكلكم عامل ازاي. انا معايا دول كوبايتين دقيق. بصوا هتلاقوني انا بحط حاجات ما بتتحطش على العجينه، بس انا عشان انا عندي اطفال صغيرين فبحاول ازود القيمه الغذائيه لاي حاجه بعملها. فانا حطيت هنا كيس خميره، حطيت ذره ملح كده على جنب بعيد عن الخميره، واحط معلقه سكر على الخميره. انا متاكده من الخميره بتاعتي، لو انت مش متاكده لازم تجربيها بره الاول في كوبايه. انا عشان بستخدمها على طول فانا متاكده منها. بس بقى انا هحط بضايه. بصي على حسب، يعني انا يعني دايما بعمله ببيض ولبن، لان انا معايا اطفال صغيرين، فلما بياكلوا حاجه بحب ابقى ادخلهم فيها بروتين وكده. لو انت مش عايزه، هي كده كده العجينه ما فيهاش بيض ولبن، بس انت كل ما بتزودي حاجه هي طعمها بيتغير طبعا. طعمها باللبن غير طعمها بالبيض غير طعمها بالزبادي غير من غير اي حاجه خالص، كل ده بيديها طراوه. حطيت دلوقتي معلقه زيت كده اهوت، وهبدا بقى ازود الميه تدريجيا. دي ميه دافيه، هبدا بقى ازودها كده تدريجيا. بصوا انا بعمل هنا في الطبق، واول ما هتلم كده هنزلها دلوقتي هو على الرخام. هرش بس رشه دقيق كده، انا غاسله الرخامه قبل ما ابدا. هعمل كده رشه دقيق كده، وهنزل بقى بالعجينه، اقعد بقى الت واعجن فيها. بصوا هبدا بقى اعجن فيها كده. بصوا العجين اسهل حاجه في الدنيا بصراحه، يعني انا بحب قوي اقعد اعجن. بحب اعجن واخبز وكده. هقعد بقى اعجن فيها يعني على اقل حاجه 7 دقايق بصراحه. بص العجينه لازم تبقى ملزقه شويه، بس لقيتها ناشفه رحت حاطه لها شويه لبن تطرى، ومرشلها برضو حبه دقيق من تحت لان اللبن بل الرخامه. هبدا بقى كده اعجن فيها. انا ما حبيتش اقص الحته دي، حبيت تشوفوها، يعني تشوفيها وانا بعجن بصراحه، ما تاخدش وقت. بنزل طبعا اللي في ايديا واعجن، بس ايد رايحه كده وايد راجعه، ايد رايحه وايد جايه كده. 5 دقايق 7 دقايق، لو عندك عجان طبعا حطيها في العجان، بس انا بصراحه ما عنديش عجان. ان شاء الله ربنا يرزق كده واجيب عجان، لان انا بحب اعجن على طول، يعني انا على طول مشغله الفرن. بصوا اول ما الرخامه كده خلاص الدقيق اللي عليها اتشال كده في العجينه، خلاص العجينه كده بقت حلوه. هي فيها سنه تلزيقه بسيطه لازم تبقى موجوده عشان تبقى طريه، يعني تبقي ماسكاها كده تحسي ان العجينه في طريه في ايديكي. متنسيش يا حبايبي اللايك والشير والسبسكرايب. قولي لي عاملين ايه كده في الكومنتات كده، وصلوا على النبي في الكومنتات. لايكاتكم بقى كده ونورونا، عايزين نكبر بيكم. بصي انا كنت مره شفت شيف في التلفزيون قالك لما تخبطي العجينه كده كانك بتعجنيها، فانا بديها خبطتين كده في النص. بصوا هي كده خلاص خلصت. بصوا بقت جميله ازاي. اجيب بقى الطبق احط فيه رشه زيت كده، نفس الطبق اللي انا عجنت فيه، واحطها كده وشها زيت برضو، واغطيها بقى، هغطيها كده بكيس، واحط فوقيه فوط المطبخ، واحطها في الميكرويف كده على لون تهدي الدنيا شويه. بس خلاص بقى هغسل الرخامه كده بعد ما خلصت العجين. قولي عاملين اكل ايه النهارده؟ الجو ساقع يومين دول، فانا بصراحه اول ما الجو بيسقع بحب اشغل الفرن. ممكن اعمل اي حاجه، كيكه، اعمل ميني بيتزا، اي حاجه، المهم ان انا اشغل الفرن وخلاص، بحس ان هو بيدفي الشقه. فالنهارده جوزي كان عايز ياكل حواوشي. جوزي بيحب الحواوشي اللي هو البلدي اللي بالعيش، فانا عملته برضو بس ما صورتوش بصراحه لان ما فيهوش حاجه، هو العيش فتحناه وحطينا فيه نفس الحاجات دي. هتلاقوا في الاخر، تلاقوا شكله كده في الاخر. بصوا بقى معايا الكبه، معايا بصلتين هقطعهم كده احطهم في الكبه، 3 بصلات، ومعايا قطيايه. انا في العادي ما بحطش طماطم، بس انا كانوا عندي في التلاجة يعني، وهحط فلفلتين كده اهوت. كنت مطلعه لاني كنت بعمل سجق كمان، حواوشي سجق، فاتبقى طماطمتين فحطيتهم في الكبه.
هضربهم بقى كده لحد ما اخليهم ينزلوا كل المية فيهم، خليهم ناعمين جدا، يعني خلي الطفل ناعم مش كأنه متقطع، لا كأنه مفروم جامد. بصوا هتشوفوا دلوقتي لما يخلص اضربيه بس ضرب جامد، عشان لو بتحبي طعم البصل وكده في الحاجات ماشي، هو طعمه مش بيبان قوي بصراحه لما تفرميه جامد. لو عايزاه متقطع زي بتاع السجق، زي حواوشي السجق كده، البصل باين والفلفل والحاجات دي، قطع ضربتين وخلاص. بصوا انا هقلبهم كده جامد وهضرب بقى. بص افضل اضرب فيه كده لحد ما ينزل ميته، مبقاش فيه ميه خالص، يبقى تفل. طبعا هاخد شويه كده بره لاني عيالي صغيرين طبعا مش هحط لهم شطه، فانا حط لهم شويه بصل كده بره على قد الكم الفلفل اللي انا هعمله. هبدا بقى احط الملح والفلفل والكمون وبهارات حواوشي وسبع بهارات، ودي معلقه هريسه شطه كده كبيره تخليه ايه في حته تانية. بصراحه الاكل من غير شطه مبقاش ليه طعم. هدي برضو تقليبه كده، وبدل حطينا عليه ملح هتلاقوه نزل ميته بقى خلاص. هتلاقوا الطفل اصلا مش باين لما تحطوه مع العيش، مش هيبان اصلا ان انتوا حاطين بصل ولا حاجه، هتلاقوا كله لحم. بس انا كده خلاص خلصت، هصفيه بقى. بصوا هو كده نزل ميته جامده، انا بقى هصفيه. هاخد التفل والميه هدهن بيه الوش. احط اللحمه على ده الاول دوت عشان ما ضربتوش جامد فمش منزل ميه. حطيت له برده شويه زي اللي حطيتهم في الكبير، هحط في الصغير بس من غير شطه. صلوا على النبي يا حبايبي، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنعمله. بص انا مش بحط اللحمه بالمقدار، يعني على حسب ما بشوف كده خلاص ولا كده لا. بصوا حته الطحينه اللي بتحطيها ديت بتخلي اللحمه ما تكشش. جربوا كده تحطوا معلقه طحينه كده عليها هتلاقوا اللحمه ما تكشش. انا بقى هروح اصفيه، مش عارفه هصفيه قدامكم ولا لا، بس انا هروح اصفيه. بدور على المصفى دلوقتي، هصفيه بقى، هصفيه معاكم. هصفيه كده من ميته جامد كده. صفيته وحطيت ده فين الحته بتاعت وانا بحط اللحم، الحته دي اكيد ما اتصورتش، مش مهم. كده خلاص العجينه خمرت، ما عملتش حاجه غير ان انا بس صفيته وحطيت اللحم عليه وخلاص. بس قلبتها كده تقلبتين وخلاص، يعني مفيش حاجه عملتها تاني. اقطع بقى على حسب العجينه انت عايزاها قد ايه. انا هعملها نصوص، يعني هعمل واحد بس كبير معاكم عشان اوريكم لو عايزين تعملوا كبير، وهعمل الباقي نصوص لان انا اللي بياخد نص يكمله ما يتبقاش، لان احنا الاكل بيبقى ربنا يسامحنا طبعا بنرميه، لان احنا يعني مش بنحب ناكل الاكل اللي بيقعد. فانا بحاول اقلله على قد ما اقدر، اللي هو يبقى نص، خد النص خلاص. اللي متاكلش خالص بقى ده بشيله في الفريزر، انما اللي اتاكل ده بضطر ان انا ارميه. رشه دقيق بقى كده، هفرد بقى كده. بس ما تخلوش رفيع قوي ومش تخين قوي، يعني 1 سنتي كده عشان يستحمل بس العجينه معاكي وما يتفتحش. طبعا قبل لولا هاني منوراني في المطبخ، لازم لما نعجن كلنا نبقى موجودين. وقدوم ما هو قاعد على الغساله. بصوا ده اللي هو من غير شطه. بس انا هعمله نص كده وهقفله. يعني ده برضو كبير على عيالي، يعني بعد ما سويته قسمته 2. بصوا اقفلوه كده اهوت. بصوا الطريقه دي سهله جدا، وافردوه بقى. صلوا على النبي يا حبايبي، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنعمله. طبعا قارين بتعجن دلوقتي، انا مرضتش اوصها قلت تشوفوا. بصوا معاناة اي حد بيخش المطبخ معاه اطفال صغيرين. طبعا مديها حته عجينه عشان تبعد عني.
بصي بقى الاتنين الصغيرين دول هما دول اللي انا بعملهم لعيالي، لان انا عارفه عيالي ما بياكلوش، فانا بصوا هما الاتنين الصغيرين دول يا دوبك على قدهم، وحرفيا يعني ولا دول اتاكلوا ولا دول اتاكلوا. بس برضو 1 سنتي، يعني نرفعه بنسبة 1 سنتي عشان يشيل العجينة، عشان لو اقل من كده هيتقطع مننا. ودي التانية الصغيرة. طبعا واقفة في المطبخ مش عارفة اعمل اي حاجة، هي برضو معاها عايزة دي وانا عايزة ده. دي حطيت فيها سجق فما صورتهاش، لان انا مصوراها في مقطع بتاع الفيديو السجق، حواوشي السجق، لو عايزين تشوفوها هتلاقوه في الشورتس ده. حواوشي السجق وازاي تتبليه وازاي يطلع منك جميل. الصغيرين دول حطيت فيهم سجق فما صورتش بقى وانا بحط. ده بقى هنجيب كورتين عجين ونفردهم قد بعض وهنحطهم فوق بعض، ده اللي هو العادي، حواوشي العادي، مش الانصاص، لا الرغيف الكامل. بس هنفرده كده كويس. متنسوش يا جماعه تحطوا معلقه طحينه وانتوا بتحطوا على اللحمه وعلى اللحمه. انا هنا بحط رومي وبحط لانشو على حسب بقى انت بتحبيه كده، حطي، ما بتحبيش ما تحطيش. بس الجبنه رومي بتسيح كده واللانشو بيديله طعم بيبقى لذيذ. انا ما عملتش في كله كده، هو بس الرغيف ده ورغيف تاني اللي هو بتاعنا وباباهم. هبدا بقى اقفله كده كويس. بص قدامي بتلف بيه ازاي، هتلفه دايره، هو انت اول ما تلفيه كده هيبقى دايره، هيبقى عامل زي غطا الحله كده. بص نجيب كده ونلف نلف نلف. بس طبعا هندوس عليه كده. بصوا بقى انا بسوي هنا على الطاسه في الجريل ده كده، سويت الانصاص ده بقى الرغيف الكبير اللي انا عملته قدامكم. بصوا بيبقى جميل، جربوا تسووا كده حواوشي على العين من فوق، صدقوني هتدمنوه. بصوا ده شكله بقى بعد ما خلص، ده اللي هو الرغيف الكامل. تعالوا بقى نعمل مع بعض كده شويه طحينه صغيرين خالص، هما اللي عندي دول تقريبا معلقه طحينه، حطيت عليهم حبه معلقه صغيره خل وقلبتها كده كويس لحد ما فكت. بصوا هي بتمسك في بعضها على طول، لما تحط الخل تمسك في بعضها. هتزود بقى الميه بقى تدريجيا لحد القوام اللي انت عايزاه. شوفي انت بتحبي الطحينه قوامها عامل ازاي والقوام ده وقفي عنده. في ناس بتحبها تقيله، في ناس انا بحب الصراحه بحبها خفيفه. شوفي انتوا بتحبوا ايه ونفذي اللي انت عايزاه. هقلب بقى لحد ما تفك خالص، لان انا لما حطيت الخل مسكت في روحها. يا ابني اسكت يا ابني خلينا اسجل، انا قاعده في اوضه على الشارع فصوت الناس بقى واللي رايح واللي جاي، يعني مع ان ساكنه في الدور الخامس بس الصوت عالي برضه. حطيت هنا معلقه توم، شويه ملح كده صغيرين، وشويه كزبره كده ناشفه، وقلبي بقى بالقوام اللي انت عايزاه تقيل او خفيف. وده بقى شكل الحواوشي، وكده نبقى خلصنا. متنسوش اللايك والشير، وباي باي.